صباح الفل او مساء الفل، يعني على حسب وقت الفيديو بتشوفني فيه. لو بتشوفني بالليل فهو مساء الفل، لو بتشوفني الصبح فهو صباح الخير. حابب بس ارحب بيك في الاول، في اول فيديو في القناة، في اول لستة، في اول صفحة هناخدها في 2023، وهي بتتكلم عن ال SQL injection. بس احنا قبل ما ندخل في قبل ما ندخل في الشرح او قبل ما ندخل في اي حاجة، حابب بس اوضح كذا حاجة. الثغرات اللي جاية دي تبع السيرفر سايد اتاك، يعني SQL injection، وهي ثغرة تاني تبع السيرفر سايد اتاك هنبدأ بيها الأول، وبعد كده بعد ما نخلصهم أو بعد ما نخلص المفاهيم الأساسية والشرح واللابات والتطبيق، هندخل على الكلاينت سايد اتاك. تمام. قبل ما ندخل في ال SQL، حابب بس أعرف حاجة، إن في أي ويب أبليكيشن ليه باك إند، والباك إند بيتكون من داتابيزز. طب والداتابيزز دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن تيبلز، مجموعة من التيبلز، الجداول ليهم علاقة مع بعض، ليهم ريليشن مع بعض. ال SQL هي دي كويز انت بتستعملها عشان انت بتتريف داتا معينة من التيبلز دي، وعلى حسب الموقع وعلى حسب الرولز بتاعت الموقع نفسه بياخد منك داتا، وهو بيبعتها في كويز تبعه هو، عشان انت بترجع لك بيانات انت مسموح انك تشوفها. تمام. ال SQL injection بقى دي انت مش بتبعت مجرد داتا، لا انت بتبعت داتا وكمان تحط فيها انجكشن، يعني كأنك بتعمل حقن للكويز الأساسية بماليشيوس كويز، يعني بكويز خبيثة. هدفها كله ان هي بدل ما ترجع لك الداتا اللي انت المفروض تشوفها، لا هي هترجع لك داتا مش مسموح انك انت تشوفها، زي مثلا اليوزر نيمز، زي الباسورد. الحاجات دي طبعا مش مسموح لك انك تشوفها. زي مثلا كريدت كارد، بطاقات الدفع، بطاقات الائتمان، الارقام السرية، اي حاجة. فاحنا النهاردة هناخد اول درس في ال SQL injection، او هنحل كمان لابات ان احنا بنحاول نتعرف ازاي انت تبعت malicious كود او malicious query للكويري الاصلية، وهنشرح من البداية خالص. فانا هقفل الكاميرا برضو، ولو ما فهمتنيش في الكلام هتفهم في التطبيق اكتر، فانا هقفل الكاميرا وهنكمل. تمام. تكملة بس لل SQL injection attack، انك انت كمان تقدر تعمل bypass لصفحة اللوجن. يعني في صفحة اللوجن انت محتاج يوزر نيم وباسورد عشان تدخل على الاكونت، فالابليكيشن بيبعت اليوزر نيم والادمون في كويري، في SQL كويري، وبيتأكد منهم او بيتشيك منهم ان كان اليوزر نيم صح، بيماتش كمان الباسورد اللي انت بعته. لو الاتنين دول صح بيدخلك على الاكونت، لو في حاجة غلط منهم هيقول لك رسالة اليوزر نيم او الباسورد غلط. باستخدام ال SQL injection انت ممكن تدخل على اي اكونت باستخدام اليوزر نيم بس، وتبايباس حتة انك انت تبعت باسورد صحيح. تمام. وده هيوضح كمان مع اللابات. بس دلوقتي خلينا ندخل. انت بس هندخل على بورت سوجر، محتاج تعمل اكونت عشان تستخدم اللابات بتاعتهم، وبعدين عشان ترجع لل SQL injection او تكتب، ممكن تكتب في البحث بتاع جوجل SQL injection بورت سوجر، او ممكن لما تعمل اكونت هتدخل على اكاديمي ليرنينج. بس انا بقول لك الطريقه دي ليه؟ عشان احنا كمان هنقرا. انت ممكن تدخل على اللابات على طول، بس انا عاوزك تقرا الكلام النظري الاول. تمام. وهندخل في حته اللاب الخاص بتيفن هيدن داتا، انك انت ترجع بيانات انت مش مسموح تشوفها في الوقت الحالي. وفكره اللاب بتاعنا ده بيقول لك انك في موقع بتاع برودكتس معينه، والبرودكتس دي متقسمه لفئات. في فئات منهم مسموح انك تشوفها، وفي فئات لسه مش مسموح انك تشوفها. تمام. فتبقى في الكويري بتاعتها تبقى كده select
كل حاجة، النجمة دي معناها كل حاجة. from products الجدول بتاع products، والكاتيجوري بتساوي gifts and released يساوي 1. تمام، يعني في فئات كده، الفئات اللي انت شايفها بتساوي 1، اللي انت ما شايفهاش والموقع مش عاوز يخليك تشوفها بتساوي 0. تمام، فاحنا عاوزين نلعب في الكوية دي الأساسية عشان نشوف كل الفئات او كل البرودكتس اللي احنا مش عارفين نشوفها. فهندخل على اللاب على طول. تمام، هنعمل اكسس، انا حله قبل كده. دخلنا على اللاب. تمام، ده البارامترز اللي اسمه categories، ده الفاليو بتاعته. تمام، انت لما تيجي تعمل تيست للموقع اذا كان مصاب بثغرة اسبوع انجكشن ولا لا، غالبا بتعمل سنجل كود. هتدوس على السنجل كود هيظهر لك خطأ. في المواقع بقى الحقيقية هيظهر لك خطأ ان في غلط حصل في السنتكس بتاع الاسكويل. تمام، لكن هنا ظاهر لك الخطأ بتاع اللاب نفسه اللي هو internal server error، برضو معناه ان الكويري بتاعتنا باظت. تمام، ولو كتبنا حاجة تاني، يعني لو كتبنا حاجة مش موجودة، categories مش موجود، مش هيظهر لنا حاجة. تمام، لكن لو هو موجود هيظهر لنا. تمام، احنا نقدر بقى نستنتج ايه، بس قبل ما نستنتج انا بقول لك ادي الحاجات اللي احنا نقدر نشوفها. تمام، وفي حاجات تانية ما نقدرش نشوفها. في كل كاتيجوريز من دول، كل فئة من دول، في حاجات احنا شايفينها وفي حاجات احنا مش شايفينها. الهدف من اللاب ان في الاول هنا هنعمل كويري. تمام، هتلاقي الاول هنا هتظهر الحاجة اللي احنا شايفينها واللي احنا ايه مش شايفينها. وعشان نثبت مثلا ادي 4 في 4 تقريبا ب16 كايت. تمام، دول ب16 كايت، عشان احنا لما هننفذ الكويري هنشوف بقى طلع لنا كام كايت كان مخفي. تمام، بس خلينا اشرح على دي. انا حله قبل كده بتبقى زي كده اهي، بتبقى بالشكل ده. ادي الكاتيجوري اللي هو البارامترز، وادي الفاليو. قيمة الفاليو دي تتحط بين 2 سنجل كود. تمام، بين 2 سنجل كود بتوع ايه، بتوع السنتكس نفسه، مش بتوع نحو. يعني دي بتتاخد زي ما هي كده، بتتحط بين 2 سنجل كود. احنا لما عملنا كده في الاول، لما حطينا السنجل كود دي، لما بعتناها كده سنجل كود، اتبعتت هنا برضو معاها جنبها، اتبعتت هنا برضو ايه سنجل كود. فالكويري باظت، وهتظهر لك في المواقع كمان لما تيجي التست، وهتطلع لك الرسالة بتقول لك ان في غلط في السنتكس بتاع ايه، بتاع الاسكويل. ليه الغلط؟ انك انت بتعمل ايه، select all from products or categories بتساوي الفئة دي، وقفلتها بالسنجل كود، في اخر يلاقي سنجل كود تاني ما عرفش، ما قدرش يفهمها ايه دي. تمام، فاحنا اي حاجة بنكتبها هنا بتتنفذ هنا. طيب تمام، احنا عاوزين نصلح، يعني احنا تمام قفلنا السنجل كود دي، السنجل كود الاصلية هنا قفلناها بدي. عاوزين بقى ايه نصلح ايه الباقي، او عاوزين ايه نبايباس الخطأ. تمام، مش عارف مالها دي، ما علينا. عاوزين نبايباس السنجل كود دي مع دول، مع الكويري دي كلها عاوزين نشيلها. تمام، احنا لو بعتنا كومنت هيبعت هنا كمان كومنت. تمام، يبقى ده الكويري بتاعتنا، الفاليو بتاعتنا كده، الكويري بتاعتنا. تمام، طيب حلو، احنا كده كأننا عملنا لده كومنت
يعني كله ده اختفى، كله ده ملهوش لازمة دلوقتي، كأنها بقت كده. هنا بسلكت كل حاجة from products و categories بتساوي النوع ده. إن كانت بقى ظهر أو مظهرش لينا هتظهر إن هي دلوقتي مش ملزمة بالشرط ده، عشان الشرط ده احنا شلناه بالعلامتين الكوماند دول، احنا شلناه خالص أو لغينا خالص. فهنبعت البيلود بتاعنا. تمام، هنبعته هنا. شايفين كان بيظهر لنا تلات كروت، دلوقتي ظهر لنا 4 كروت. ده كان مخفي، ده ما كانش موجود. كده بين السنجل كود دي بقى وبين الكومنت تقدر تحط اي حاجة انت عاوزها، يعني تقدر تحط اي كويري انت عاوزها وتكمل الكويري من عندك. يعني مثلا انت دلوقتي عندك كده وكتبت دي ضمن البيلود بتاعك اللي هترسله، بس قلت ان اللي يزد دي بدل 1 ب0، يعني الحاجات المخفية انت هتظهر لي الحاجات المخفية. تمام، هتعمل كوبي. لو حطيته هنا هظهر لك المخفي بس. نفس الحاجة دي بقى يعني بالسنجل كود، بالحاجة بالباقي الكويري اللي انت عملتها بنفسك، والكومنت عشان تعمل كومنت الباقي الكويري بعلامة الكومنت دي. لو حطيتها في اي فئة تاني زي مثلا الفود اند درينك حطيتها، بص هو ظاهر لك 3 حاجات هنا، هظهر لك المخفي بس دلوقتي، الحاجة المخفية بس. طيب انت عشان تحل اللاب ده انت محتاج تظهر كل حاجة. يعني هنا احنا قلنا احنا 16، بس انت محتاج تظهر كل الفئات التانية المخفية. هنعملها ازاي؟ بحاجة بسيطة بس، هتعمل او one يساوي 1. الاو دي هتطبق دي وبعدين هتطبق دي، يعني في مرة هتطبق دي ومرة هتطبق دي، هتبقى شكلها عامل زي كده. مثلا تحط السنجل كود تبقى شكلها كده. ادي السنجل كود اهو. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لحظة أشهد أن محمدا تبقى كده. رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر تبقى الله بالشكل ده. أكبر، لا إله إلا تمام، الله. مشكلة الوورد ده، ما علينا. هتبقى بالشكل ده الكويري دي، وهتلغي دي وهتتنفذ في مرة كده او في مرة لما تتنفذ 1 تساوي 1، يعني بتساوي ترو. لغاية ما بتساوي ترو يعني هتبعت كل حاجة. تمام، خلينا نجربها. احنا لما نشوفها وهي بتتجرب هتبقى احسن. هات حاجة زي كده. تمام، وبص كده احنا ظهرنا كل حاجة مخفية ومش مخفية، وعملنا احنا ايه، حلنا اللاب. طيب انت عاوز تبعت حاجة مش يعني كل الحاجات المخفية في كل حاجة في كل الفئات، تعملها ازاي؟ ببساطة خالص، انت هتكتب حاجة مش موجودة، تكتب حاجة مش موجودة وهتكتب اليزك يساوي 0 or يزك يساوي 0. كده احنا هنعرض كل
الحاجات المخفية بس، كل حاجة يعني في كل الفئات الحاجات المخفية بس. انت ليه كتبت حاجة مش موجودة؟ عشان ما يبعتلناش حاجة. طب بعت ليه الريليز 0 بس؟ احنا لما كتبنا حاجة غلط هنا او لما كتبنا حاجة مش موجودة ما بعتش حاجة، بعت صفحة بيضاء. لما انت تعمل اور ريليز 0 يعني هيظهر كل حاجة بس الريليز اللي بتاعها 0 المخفية اللي احنا مش قادرين نشوفها. بالظبط، دي كل الحاجات اللي احنا مش قادرين نشوفها قدرنا نشوفها. تمام. يعني انت كل ما بتعرف في ال SQL اكتر كل ما انت ايه تعرف تعمل البلود بتاعك اكتر، تعرف تعمل الانجكت بتاعك احسن. تمام. بس كده احنا حلينا اللاب. كل اللي احنا عملناه ان احنا رجعنا الحاجات اللي احنا مش قادرين نشوفها خلينا شفناها، والحاجات اللي احنا شايفينها او ما شايفينهاش كمان رجعناها. بس هيقابلكم بقى في اللاب اللي جاي ان احنا بنحاول نعمل باي باس لصفحة اللوج ان يعني.